السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفة النهاردة هتبقى خبز الريف بدون أي جلوتين خالص لمرضى حساسية الجلوتين، وكمان للأنظمة الغذائية اللي داخل فيها النشويات. حلو جدا في السندوتشات، وكلنا بنبقى محتاجين طبعا خبز علشان السندوتشات، فهنعمله النهاردة بطريقة سهلة وبسيطة. تابعوني للآخر علشان تعرفوا كل التريكات اللي هتطلعوا معاكم مظبوط. أول حاجة أنا معايا هنا دقيق فري جلوتين، كنت وريته لكم قبل كده في وصفة. هو عبارة عن دقيق البطاطس والرز والذرة. بحط له رشة صغيرة، ربع معلقة من الملح، وكمان احط له نص معلقة صغيرة من الخميرة الفورية، وهضيف له معلقة كبيرة من حبة البركة وبذور حبة البركة او الحبة السوداء، وهنضيف له كمان معلقتين من السمسم. انا بفضل السمسم جدا، فعشان كده بحطه كمان عشان اغني بالكالسيوم، عشان يزود الوصفة بالكالسيوم. تقدروا تحطوا اي بذور تانية، بذر كتان، اي بذور انتوا بتحبوها يعني، او بذور عباد الشمس، الكلام ده كله. وهضيف كمان معلقة كبيرة من زيت الزيتون. حلوة جدا. لو ما عندكش زيت زيتون، اي نوع زيت انتي بتستخدميه ممكن تحطيه في الوصفة ديت، مفيش مشكلة. وكمان تقدروا تعملوا الوصفة ديت للي ما عندوش حساسية جلوتين، يعملها بالدقيق الاسمر او دقيق الشوفان. هتبقى حلوة جدا معايا. طبعا انا هضيف كمان معلقة كبيرة من عسل النحل، واسفة جدا باقي الوصفة متصورتش، يا دوبك انا عجنت بتلت كوباية من المية. الوصفة دي للأسف وقعت من الفيديو، معرفش وقعت ازاي الخطوة دي يعني. وعملتهم زي ما انتم شايفين كده 4 كرات. انا حطيت تلت كوبايه من الميه الدافيه، وحطيت معلقه كمان عسل نحل، وقلبتهم وعجنتهم عجينه جامده في ايدي، مش طريه، مش طريه قوي، علشان ما تبقاش ملزقه معانا. تمام. انا كده عملتهم زي ما شفتوا 4 كرات، وهبتدي ان انا اغطيهم واريحهم بس 5 دقايق او 10 دقايق بالكتير قوي، وهبتدي اشتغل فيهم على طول. هبتدي ارش رشه من نفس الدقيق اللي انا مستخدماه، يعني الدقيق اللي انتي بتستخدميه هترشي منه رشه. وهبتدي ان انا افردها. طبعا ننتبه كويس جدا انها ممكن تلزق معانا، فكل شويه بقلبها وبديها رشه من الدقيق، علشان انا مش عايزاها تلزق معايا قوي. زي ما انتم شايفين بتلزق، سهلة التلزيق. الدقيق دوت سهل على فكرة التلزيق، عشان كده قلت لكم عايزين عجينة تكون جامدة ماسكة نفسها، ما تكونش طرية، لان هو للأسف بيلزق قوي الدقيق دوت. كل شوية زي ما انتم شايفين ببتدي ان انا اشيلها، اديها رشة من الدقيق واقلبها، بفرد من النص اللي بره. انا خلاص فردت النص كويس، هبتدي بقى اظبط الحروف وافردها كويس قوي. ما تقلقوش من الحروف، احنا كده كده في الاخر هنشيل الحروف الزياده دي في خطوه يعني جايه ان شاء الله. فما تقلقوش منها، براحتكم خالص يعني، مش مشكله يكون فيه اي كمان خرمة او قطع معاكو. احنا بنلمه، احنا لسه في المرحلة اللي احنا بنفرد فيها، فمش مفيش مشكلة، بتلمي وبترجعي ان انتي تفردي تاني. اهم حاجة مرحلة الدقيق. وهنا بقى علشان الخبز ما ينتفخش معايا ويبقى رقيم، ببتدي بالشوكة، الشوكة العادية خالص، ان انا بخرمها كويس جدا كلها بدون بدون اي حاجة، يعني حاجة سهلة جدا الخطوة دي. هبتدي بقى اجيب جريل، وهبتدي طبعا الجريل انا عايزاها سخنة، لان الخبز رقيق جدا ورفيع جدا، فلازم ان انا الجريل تكون سخنة معايا عشان ما ياخدش وقت ما ينهي على النار وينشف مني. زي ما انتم شايفين كده بمنديل، وببتدي اضغط علشان انا عايزة العلامات بتاعة الجريل تطلع عليه. زي ما انتم شايفين كده ظهرت عندي العلامات، ببتدي اقلب وبرضه بضغط. عايزة اقول لكم لو نسيتوا ان انتوا تخرموا في مرحلة قبل السوا وانتوا بتسووا، ممكن تخرموها، مفيش مشكلة خالص. ادام عملنا خرم الهواء هيخرج واستحالة هتتنفخ معانا. تمام. وبقلب بقى، بقلبها كم مرة كده برضو، ايه، بخرمها علشان اي حاجة او اي هواء يخرج مني وما ينتفخش الرغيف معايا. بدوس عليه برضو عشان انا عايزة اخد العلامات بتاعة الجريل. خطوة سهلة جدا.
بقلب اتاكد بس ان هو تمام استوى واخد العلامات اللي انا عايزاها، مش اكتر من كده. وتقدروا تسووه في اي حاجه تانية، ما فيهاش مشكله. بعد كده طبعا اول ما بطلعه على فوطه نظيفه زي ما انتم شايفين كده. خلاص استوى بسرعه جدا لان هو اصلا رقيق فمش محتاج حاجه. بطلعه على فوطه نظيفه وبغطيه، لازم بغطيه عشان ما ينشفش. شايفين ما شاء الله هو طري جدا ما شاء الله. زي ما شايفين طري جدا جدا وجميل، كله طري، ونقدر ان احنا نلفه بكل سهوله، نعمله ساندوتشات، اي حاجه انت عايزاها. ما شاء الله جميل وطري. شايفين عامل ازاي؟ فحلو جدا جدا. طبعا احنا بنحتفظ بيه في الفريزر، بحطه في كيس وبحطه في الفريزر. بطلعه ادخله الميكرويف 10 ثواني بس مش اكتر، وبطلع استخدمه على طول. طبعا انا زي ما قلت لكم هقص الزيادات اللي هي عامله شكل مش مظبوط في الخبز، فببتدي اقصها كده. انا حطيتهم على بعضهم مره واحده علشان مش هقعد اقص واحد واحد. ممكن تقصوا بالمقص كمان، بس انا قلت بالسكينه هتبقى محدد اكتر. فطبعا انا الزيادات دي ببرميهاش، انا بعملها بنشفها وبستخدمها ككراكرز يعني، بتبقى حلوة قوي. فنشفوها في الفرن وبتبقى جميلة قوي. شايفين بقى اهو بقى شكله منتظم ومظبوط ما شاء الله. شكله تحفة جدا جدا، جربوه بجد حلو قوي. اعملوه باي نوع دقيق. انا عملته هنا ب جلوتين فري، دي جلوتين فري علشان حساسية بس الجلوتين. انما انتوا تقدروا تعملوه بدقيق الشوفان. تقدروا تعمل، بس الافضل ان انتوا تحطوا معاه دقيق دقيق الاسمر، تحطوا شوية من الدقيق الاسمر معاه. تعملوا دقيق اسمر فقط لا غير. ممكن يعني تعملوه بدقيق الذرة. فبجد حلو قوي. وزي ما انتم شايفين بقى يعني بيتعمل سندوتشات حلوة قوي، اي نوع بقى سندوتشات. انا هنا كنت انا عاملاه الصبح علشان ببقى فاضية الصبح يعني، فعملته الصبح وهعمله في الفطار. جبنة، خيار، طماطم، فلفل بقى، خس، اي حاجة عندك. طبعا خضار مع بروتين مع نشويات. احنا كده الوجبة بتاعتنا متكاملة وحلوة جدا. الرغيف تقريبا حوالي من 30 ل 40 جرام يعني. الرغيف الواحد مشبع وجميل، ومش محتاجة انك تاخدي. على فكرة انا خدت النص واحد بس، شبعني جدا. الدقيق ده بجد مشبع وحلو قوي. هبقى احط لكم صورته علشان تفتكروه. يا رب الوصفة تكون عجبتكم. السلام عليكم ورحمة الله.